ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل النهاردة عصير الخوخ او ميلك شيك الخوخ بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم وهتنور رضاكم. بس الاول نسمي الله ونصلي على الرسول وتعالوا نشوفوا عملناها ازاي. معانا طبعا الخوخ بتاعنا، غسلينه بقى ومنشفينه وبقى، وانا بعد كده قشرته بس ما جبتش المقطع دوت عشان الفيديو ما يبقاش طويل. جبت بقى كده وانا بقطعه، تقطعيه قطع، تقطعيه مكعبات كبيرة صغيرة براحتك، علشان احنا كده كده هنحطه في شفشق الخلاط ونضربه. بعد كده بقى يا بنات عايزه اقول لكم على فوائد الخوخ. طبعا الخوخ من فواكه فصل الربيع الجميله، زي المشمش وزي البرقوق وزي الاناناس او الكنتالوب. وطبعا الفواكه ديت غنيه كده بالاملاح والمعادن ومفيده للجسم، وبتدي كده للجسم طاقة وبتنعشه كده وبترطب على القلب في جو الحر اللي احنا فيه. طبعا احنا من ايام الاخيرة في رمضان الجو عندنا كان حار، وطبعا بنشرب برضو حاجات يعني ايه ساقعة ومتلجة يعني، وفواكه برضو نحطها في التلاجة تبقى كده منعشة كده ولذيذة وترطب على القلب. هنا يا بنات انا قطعت بقى كده الخوخ مكعبات، او تقطعيه قطع كبيرة صغيرة براحتك حسب راحتك، هو كده كده هينضرب في الخلاط. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنضيف ايه بقى يا بنات مع الخوخ او مع قطع الخوخ؟ تعالوا نشوفوا كده هنضيف ايه. انا معايا يا بنات كوباية صوبيا. الكوباية الصوبيا ديت كنت شايلاها في الفريزر، بعد ايه، بعد كل عصير ما يتبقى مني احطه كيس كده في الفريزر. كوباية الصوبيا ديت طبعا متحلية منها فيها، لان الصوبيا كلها ايه، سكر، وكلها بقى كريم شانتيه، وريحتها طبعا فانيليا وجوز هند، يعني ريحتها تحفة وطعمها تحفة. معايا بقى ايه كمان يا بنات؟ واحدة ايس كريم، والايس كريم دوت بطعم الفانيليا برضو، ريحته برضو قلب الدنيا، يعني كلها مكسبات طعم طبيعية منها فيها. بجد كده الريحة قلب المكان وشكله كده روعة، وطعمها ان شاء الله يبقى تحفة. انا بقى دقت طعمها بصراحة بقى كان جميل وروعة وهيعجبكم قوي. وعايزة اقول لكم ان الصوبيا كمان مديه لها طعم خطير، مديه للعصاير طعم خطير. انا بحب اضيف الصوبيا مع العصاير زي الجوافة، زي الموز، زي الخوخ، زي الاناناس، بتديله نكهة جميلة جدا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا يا بنات بقول لكم بقى، شايفين قوام العصير حلو ازاي؟ ولا هو تقيل ولا هو خفيف؟ بس انا ايه يعني عايزاه مركز شوية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنجمله بقى كده بشوية من قطع الخوخ. انا بقى حايشة كده قطع خوخ بقشرها، ما قشرتهاش يعني، على حبة برضو متقشرين، علشان بقى يديله ايه شكل جمالي كده جميل. طبعا العين يا جماعة بتاكل قبل البق وكمان كده المنظر كده بيبقى حلو بصراحة ويشد النظر كده، ويخليكي تبقى عايزة تشربي الحاجة أو تاكليها. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزة أقول لكم إن الخوخ بيحتوي على أملاح ومعادن وفيتامينات مهمة ومفيدة للجسم. عايزة أقول لكم كمان إنه بيحارب الشيخوخة وبيساعد في محاربة التجاعيد، وبيساعد كمان في شد البشرة، يعني حلو كده بيدي للبشرة نضارة. وكمان بيساعد في فقدان الوزن لانه بيحتوي على نسبة كبيرة من المية، وبما انه يا بنات بيحتوي على نسبة برضو كبيرة من البوتاسيوم، فهو مفيد قوي لسلامة القلب. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبرضو مفيد قوي برضو، او مفيد جدا في علاج الجهاز الهضمي وحالات الامساك بالذات. هنا بقى يا بنات كان في خوخاية كده فاضلة، قلت بقى اقطعها واحطها كده تزين يعني ايه الكاسات. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ يا رب كده الفيديو يعجبكم
ولو نال إعجابكم ما تنسونيش بلايك وتعليق حلو زيكم، ودعوة حلوة منكم كده بتفرحني وبتسعد قلبي. وكل سنة وانتوا طيبين، وينعاد عليكم رمضان والأعياد أعياد أعياد وانتوا في أتم صحة وأحسن الأحوال، ودايما كده مجبورين الخاطر وفي هنا وراحة بال. أشوفكم على خير واستودعكم الله، مع السلامة، باي باي.